فلوس يا ام زياد كلها ضايعه في حاجات هايفه ملهاش اي لازمه، ضايعه ما بين الاكل والشرب وحاجات تافهه كده. يعني بلاقي نفسي واخده المرتب من جوزي واقول ايه، ده انا هحوش الشهر ده انا هوفر، ده انا هشوف الحاجات اللي بصرف منها كتير، فلوس كتير وفلوس بتروح عليها وما عدتش هصرف فلوس في الحاجه دي. ابص الاقي نفسي بس بمسك المصروف من جوزي بيتبخر، بص بيركبوا 100 عفريت، مش عارف بتاع ايه جاي خد، انزل اجيب طلبات طب يلا، انزل اجيب حاجات طب الاقي نفسي صرفت الفلوس في حاجات ملهاش لازمه. بجيب تموين والتموين بتاعي ما بيكفينيش، المصروف بيجي لغايه النص الشهر وبيخلص مني. بنزل اجيب طلبات السوق ابقى مفكره ان انا هجيب حاجات ب 200 جنيه وانزل اصرف لي بتاع 500 600 جنيه. ما هو انت خايبه، العيب مش في الفلوس، الفلوس بتطير وبيركبها 100 عفريت، بس لو انا ست ذكيه وعامله شويه تخطيطات قبل ما انزل من البيت والله العظيم هتلاقي الفلوس معاكي بتكفي وبتوفي. بس اول حاجه مجرد ما مسكت المصروف من جوزي لازم اخصص مبلغ صغير قد كده اهو للحصاله، ماشي؟ وبعد كده هتصرف بالفلوس اللي معايا كلها وهقول لك تعملي ايه دلوقتي. وعشان ربنا يكرمك في المبلغ القليل اللي معاكي والفلوس تحسي ان ما فيهاش عفريت، لازم تخصصي حاجه صغننه قد كده اهو تطلعها لله عشان ربنا يكرمك، عشان انت اللي محتاجه، عشان تحسي ان الفلوس بتاعتك فيها بركه واي حاجه بتعمليها فيها بركه. تعالي اما اقول لك على بند الخضار بس، لو انت واحده من الستات بتنزلي كل اسبوع مثلا ب 500 جنيه خضار وفاكهه بس، طب انا ممكن اخليكي تنزلي ب 300 جنيه وتوفري 200 جنيه من فلوس الخضار والفاكهه، ايه رايك؟ هقول لك على حاجه، شوفي انهي الوقت اللي البياعين بيقربوا يمشوا فيه زي ما انا بعمل كده. يعني انا مثلا بنزل السوق، ثواني هقلب السمك وارجع لكم تاني. صلوا على النبي بس يا ولاد عشان ما قلتلكوش صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي شفيع رسول الله. تمام كده يا حبايب قلبي، لو انت واحده من الناس بتنزلي وبتصرفي فلوسك كلها في الخضار، انت عارفه انت ايه مشكلتك؟ ان انت نازله ومعاكي مبلغ بس ما انتش عارفه انت هتجيبي ايه. قبل ما انزل السوق معايا كراسه، معايا ورقه وقلم، هكتب كل الطلبات اللي انا عايزاها. تمام كده، انا مثلا عايزه 10 حاجات، عايزه 20 حاجه، وانا حاطه في دماغي ان الحاجات دي هتتكلف مثلا 200 جنيه، ليه اخد 500 جنيه؟ لو انا نازله وعارفه ان انا الحاجات دي هجيبها ب 300 جنيه، ليه اخد 600 جنيه؟ ليه اخد الضعف معايا يا جماعه؟ ما الفلوس هتصرف، ما انت لو خدت الفلوس معاكي بزياده هتصرف. طب هقول لك تعملي ايه دلوقتي، اكتبي الطلبات اللي انت عايزاها كلها بحيث ان انت ما تنزليش كل شويه. تمام؟ طيب هتنزلي حضرتك السوق في الوقت اللي البياعين بيكونوا خلاص قربوا يمشوا فيه زي ما انا بعمل كده، بحيث ان انت لو جيتي تفاصلي معاه في حاجه هو اصلا بيكون زهق، هو خلاص خد كفايته وطلع مكسبه الصبح، فالوقت اللي انت رايحه له ده هو خلاص بقى عايز يخلص الحبه اللي معاه ويخلصهم ويمشي. رحتي مثلا على بتاعه الطماطم لقيتي معاها مثلا ايه شويه طماطم حلوين كده، فهي مثلا انت بتقولها الكيلو بكام، بتقول لك مثلا الكيلو بايه، ب5 او الكيلو ونص ب10. ولا يا حاجه وانت تبيعها الصبح زي دلوقتي هتقول لك يا بنتي هي تتمسك بالحاجه شويه، هتحسسك ان ايه الحاجه دي زي حاجه الصبح، ده طماطم نظيفه، يختلف في السوق كله مش هتلاقي زي كده. هما بيضحكوا عليكي، بس انت لو ذكيه ما تخليش بتوع السوق يضحكوا عليكي. يا جماعه كلهم بيحوروا والله العظيم، كلهم بيحوروا وكلهم بيزودوا في الحاجه عشان عارفين ان انت هتفاصلي معاه. فانت خليكي ذكيه ومحدش يضحك عليكي. ولا يا حاجه انا هاخدهم كلهم على بعضهم، هتلاقي واحده طيبه واحده معوقه شويه، ما يفرقش معانا الشكل، مش هنتجوز، مش هنكتب عليها الكتاب، احنا عايزين ناخد الحاجه اللي توفر معانا في الميزانيه وما تقطمش وسطنا وما تخليناش نروح نستلف، ودايما ما معيش فلوس يا ام زياد، مش عارفه اوفر، حضرتك تروحي تعيني 200 جنيه في الحصاله، ايدي تتزنق عشان صرفت كتير في السوق، راح اجيب ال 200 جنيه واصرفهم تاني، مش عارفه اعمل تفريزات يا ام زياد، مش عارفه اجيب حاجه يا ام زياد للعيال، مش عارفة. ما هو عشان انت خايبه كاتك وكس، ما انت خايبه يا حبيبتي، لازم تتنصحي شويه. وخدي النصيحه من ام زياد. هنزل السوق زي ما قلت لك لقيت الست معاها شويه طماطم، ولا هناخدهم على بعضهم، شوفهم عارفه لو خدتهم على بعضهم ممكن الكيلو يقف ب5 جنيه، مش احسن ما تجيبها كيلو ونص ب10؟ خدي شويه كده على بعضهم، خدي لك بتاع 10 كيلو وروحي البيت نضفيهم، شيلي الحاجه مثلا اللي هي مش حلوه نضفيها واغسليها زي ما انا بعمل وحطيها في الفريزر. هتقعدي حضرتك كام سوق مش هتجيبي طماطم، يبقى انت جبتيهم مره واحده وقعدتي كام سوق مش هتجيبي طماطم. روحي مثلا عند الست بتاعه الخضار، دلوقتي الخضار رخيص يا جماعه، روحي مثلا عند الخضار قولها مثلا ايه انت بتبيع ربطه الخضار بكام، هتقول لك مثلا بجنيه ونص او مثلا ب2 جنيه، قولها لا انا هاخد لي 10 ربط على بعض مره واحده كده، ماشي؟ هتقول لك مثلا ماشي خدي،
هتروحي جايباهم مروحه البيت غسلاهم ومنضفاهم ومقطعاهم وحطاهم في الفريزر. تمام كده. انت ممكن اصلا تكوني بتعملي محشي وايدك بتقف على ربطه خضار ولا ربطتين خضار، لا انا جبت شويه وحطيتهم في الفريزر، اما يبقوا يخلصوا او اما احس انهم قربوا يخلصوا هروح اجيب حبه تاني. موسم البسله يا جماعه ليه كلنا بنضيع موسم البسله ده، وتروحي في الاخر تندمي تقولي يا ريتني كنت جبت، وتروحي تجيبي البسله من السوبر ماركت بالغالي، الكيس قد كده ب 30 جنيه ولا ب 40 جنيه، والله حبه كده اهو ما يكفوش عيل صغير. طب ليه؟ طب ما كانت البسله قدامي بالرخيص. البسله دلوقتي ب 15 جنيه وب 20 جنيه، مفيش مشكله. كل سوق هجيب كيلو، كل سوق هجيب كيلو، واجيب معاه مثلا نص كيلو جزر، واروح جايه ماسكه البسله ومقطعه عليها الجزر واروح مكيسه حاطه في الفريزر. ده انا لو فضلت كل سوق اعمل كده، او كل مثلا منزل اجيب حاجات من السوق اجيب كيلو، هعلي يجي 10 كيلو في الفريزر، وكل ده مش قطم وسط، ده على مراحل. تمام كده. طيب هنيجي ايه تاني؟ الكرنب. الكرنب اوقات تلاقي الكرنب ب 40 جنيه وب 50 جنيه، وساعات تلاقي الكرنب ب 20 جنيه، وساعات تلاقي الكرنب ب 10 جنيه وب 5 جنيه اوقات وحياه ربنا. طيب انا ليه ازنق نفسي واروح اجيب الكرنبه ب 50 جنيه؟ هي الكرنبه بتتاكل لوحدها؟ الكرنبه دي بتتجاب معاها رز، معاها طماطم، معاها خضار، معاها زيت، معاها سمنه، غير بقى الهبر الكبير اللي هي الفرخه. طب ليه انا اكلف على الاكل ده كله؟ طب ما انا انزل لما يكون الكرنب رخيص شويه، اروح جايبه لي مثلا 5 كرنبات، لو الكرنب ب 10 جنيه ب 15 جنيه، اروح جايبه لي مثلا يا ستي ما تجيبيش 5 كرنبات مره واحده، هاتي 2 او هاتي 3، وارجعي البيت فرزيهم وحطهم في الفريزر. يبقى انا كده عملت الطماطم وعملت الخضار وعملت الكرنب. ايه تاني اللي بنحتاجه عشان نقفل اكله المحشي؟ البصل. البصل برضه اوقات كتير بيبقى البصل ب20 وب25 وب15. في ناس كده بتكون قاعده معاها الحاجه على بعضها، بصله طريه شويه مع بصله مزرعه مع بصله مش عارفه، بس اهم حاجه ما تكونش بايظه، اهم شيء البصله تشيلها كده تكون تقيله، والتومه بتاعتها تكون ناشفه مش اي حاجه وخلاص. بس لو مزرعه، ايه يعني مزرعه؟ طب ما انا بجيب البصل مزرع او بيكون زي العسل، هاتي منها شويه على بعضهم، مثلا لو هي بتقول لك كيلو ونص ب10، قولي هناخدهم كده على بعضيهم واديها سعر، هي هتخلص مسائل انك مش هتقعدي تنقي، ده هي الكسبانه. هتروحي واخدهم على بعضهم ترجعي البيت، لو انت حاسه ان البصل ما ينفعش يقعد وهيبوظ، طب ليه اسيبه يبوظ؟ طب ما انا العب على الحته دي، هروح ماسكه البصل كله، ماسكاه غسلاه وعندي في قلب الكبه، واروح فرماه كله واروح حاطاه في قلب كاس وحاطاه في الفريزر. يبقى انت كده عملتي البصل والطماطم والخضار والكرنب. والبصل مش هينفعك في المحشي بس، البصل هينفعك في اللحمه المفرومه، هينفعك في اي حاجه، في كفته، هينفعك في برجر، هينفعك في صواني، هينفعك في حاجات كتير هتنفعك هتعمليها. وبدل ما تعملي كل شويه وعينك تحرقك، لا انا بقيت ست ذكيه وبقيت ست شاطره، وبقيت اعرف ايه، اعرف امسك المصروف واديره. مش اي واحده بتعرف تمسك المصروف. اللي بيمسك المصروف ده يا جماعه في قلق، والله العظيم اللي بيمسك المصروف ده ويقسمه وكمان يجي اخر الشهر يكون المصروف مكفي منه، يبقى انت بصراحه يتعمل لك 100 تمثال، مش تمثال واحد، لا 100 تمثال. الواحده دلوقتي يا جماعه بتبقى بتمسك المصروف، والله المصروف بيطير منك. انا ما خلوش يطير مني، انا اتذاكى شويه، بدل ما اروح انزل اشتري اي حاجه تقابلني، لا الف شويه اشوف ايه الحاجات اللي اسعارها حنينه، اوفر من هنا 10 ومن هنا 5 ومن هنا 5. هبص الاقي نفسي راجعه من السوق بحوالي 50 جنيه موفراهم. ال 50 جنيه مش هتنفع تحطها في حصاله؟ ال 50 جنيه لو انت ناقصك رز مش هتجيبي لك بهم 2 كيلو رز؟ ال 50 جنيه لو انت بيتك ما فيهوش مكرونه ولا شعريه مش هتجيبي بيهم؟ مش احسن ما تضيعهم في حاجات غاليه؟ والله اوقات ناس بتبيع طماطم ب 10، وبيع طماطم ب 10 وبالكيلو ونص ب 10، وابص الاقي دي زي دي هي دي. طب ليه اجيبهم 10؟ طب ما اجيبهم 10 اما اجيبهم الكيلو ونص ب 10. يا جماعه الحكايه ان انتوا بتكسلوا. انت عايز تنزلي تجيبي اللي قدامك، مكسله تنزلي تلف على رجليك شويه. طب ما هتعملي ايه؟ ما هو انت لازم تعملي كده، ما هو انت الفلوس بتخلص منك، ما هو انت مش عارفه تمسكي المصروف، والمصروف يخلص وتروحي تقولي لجوزك اديني تاني. طب ما هو الراجل هيكفي ايه ولا ايه؟ الراجل هيكفي ايه ولا ايه؟ ما كفايه عليه الطلبات التانية بتاعت العيال والمدرسين والكتب، الكتب يا جماعه اللي راحت في 60 ده، ده الكتب بقت على اسعارها مولعه، ولا اللبس، ولا نقدر اكل البيت ده نقدر نلعب فيه شويه، لكن الكتب ما نقدرش نلعب فيه. وعايزه اقول لك على حاجه، في ناس دلوقتي ما بقتش بتودي عيالها دروس، في ناس دلوقتي بقت تستخدم الانترنت يا جماعه لمذاكره عيالها احسن من المدرسين اللي بياخدوا فلوس قد كده. انا دلوقتي عن نفسي انا عندي يارا وزياد، هما اتنين الحمد لله، بياخدوا درس بمبلغ في الشهر. بس في ناس دلوقتي اللي عيالهم في الثانوي، اللي عيالهم في الثانوي دول يا جماعه ربنا يعينهم بجد والله. الكتاب بكام، والملزمات دي الملازم دي بكام،
وفلوس الدروس دي بكام. الله يعينهم، الله يعينهم على حالهم يا رب، ويعيننا جميعا. احنا عيالنا لسه في الاعدادي وفي الابتدائي وبنصوت من المصاريف، امال عيالنا لما يوصلوا للمرحله دي هنعمل ايه؟ ربنا يسترها معانا جميعا يا رب. انا حبيت بس ان انا اديك افكار لو هتوفري حتى من مصروف السوق، من فلوس السوق، واكون نازله بمبلغ معين، مش هاخد لي مبلغ وانزل اقول ايه هجيب اللي يتبقى مش هيتبقى منك حاجه، والله ما هيتبقى منك حاجه. لو نزلتي مثلا على التفاح لقيتي مثلا التفاح، في تفاح ب 60 جنيه، في تفاح ب 50 جنيه، في تفاح ب 40 جنيه، بس في حته طيبه شويه، طب ما اجيبه، ايه المشكله؟ طالما التفاحه سليمه مش بايظه مفيش مشكله، هجيبها واقطعها واعمل سلطه فواكه للعيال وهاكلهم واشبعهم. مش لازم اجيبه ب 60 جنيه نمبر 1 يعني، ما احنا مش هنتجوزه. فاهمه قصدي؟ احنا ننزل السوق متاخر شويه، نظبط الدنيا في المصاريف. شوفي حضرتك ايدك فرطه ايه، ايدك فرطه في ايه بالظبط، ايه اللي بيخلص منك المصروف؟ هل بند المنظفات؟ هل بند الخضار والفاكهه؟ هل بند ايه بالظبط؟ بند السوبر ماركت ايه بالظبط اللي بيخرب الميزانيه معاكي؟ واحاول اظبط واقعد اتكتكله وافكر له شويه، بحيث ان الفلوس تكفي مني وما اجيش اتزنق واقول لي ده هات وده اديني وده سلفني. طب ما انا هقول لك على حاجه، لو انت بتخلصي المصروف في نص الشهر وبتروحي تستلفي، وهتيجي الشهر الجاي الفلوس هتخلص منك نص الشهر وهتروحي تستلفي، امتى هتسدي الفلوس اللي عليك؟ امتى يا موكوسه يا مضروبه على عينك تسدي الفلوس اللي عليك؟ طب هتنيك انت على كده؟ هلا ما جر كل ما عاوز اخد، كل ما عاوز اتزنق؟ لا، انا عود نفسي ان انا عندي حاجتي في بيتي والفلوس كمان معايا في ايدي. تمام كده؟ خدي بس الافكار من اختك ام زياد، وربنا ان شاء الله يصلح حالكم وحالنا جميعا، وشو على خير، مع السلامه.